بس لا انا ما بشربش الحاجات ديت لان انا عندي السكر، فهشرب حاجه بدلها. ماشي يا حاج. هحطها في الثلاجه ابيعها، او ممكن اي زبون يخش ياخدها اديها له ببلاش. حبيبي يا حاج الله يبارك لك، انت راجل محترم. وانا هشرب عصير. انت راجل محترم. ولا يهمك. فرصه سعيده يا حاج. السلام عليكم. خدها وامشي خلاص. براحتك. السلام عليكم. مع السلامه. بقول لك يا حاج، امسك كده ال 50 جنيه دي كده ثانيه. عايز اقول لك على حاجه. لو قلت لك ان انا كل ده اصلا بصور وان كل ده برنامج، كام رايح هنا كل ده بنصور اصلا. راجل محترم. الله يكرمك. حبيبي يا حاج الله يبارك لك. لا بس انا يعني لو اعرف انت بتصور مش هعمل معاك كده. ليه بقى؟ لا يعني احنا عايزين العمل الخير ما يبقاش العلن. في العلن يعني. بالسر. لا مش في السر برضه، هو برضه ايه يعني. هو ده بس ده تجربه، دي تجربه اجتماعيه، فاحنا بنبين شهامه الشعب المصري، وبرنامج بنوري العالم قد ايه المصريين ناس محترمين وناس بيقفوا جنب بعض وبيقفوا جنب اي حد، مش شرط منهم. انت راجل محترم وتستاهل كل خير. الله يكرمك. حبيبي يا حاج. الله يصلح حالك. حبيبي يا حاج الله يبارك لك. انا اسف لو كنت صورت بدون علمك. لا ربنا يوفقك ويوفق اللي زيك لو انه ماشي في الخير. حبيبي يا حاج الله يبارك لك. اهم حاجه بس اللي احنا صورناه ده نذيعه. براحتك عادي، انا مش فارقه معايا تذيع او ما تذيعش، ده شيء يرجع لك انت. حبيبي يا حاج الله يبارك لك. عمو حبيبي. عنوان السوبر ماركت بتاعك فين بقى؟ انا البقليه، طريق المنصوره السنبلاويه. السلام عليكم. الله يبارك فيك.